بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل النهاردة من إنجيل معلمنا ماري مرقس البشير الإصحاح 13. لأننا تقريبا في أواخر السنة القبطية، آخر أسابيع السنة القبطية، فالقرايات بتبقى عن المجيء الثاني. يعني الكنيسة بتحاول من خلال الأوقات والتواريخ إنها تمررنا على أحداث المهمة كلها اللي هتحصل: بداية العالم في صلاة باكر، الموت في الغروب وفي النوم، الحساب. وبرضو في تواريخ الكنيسة وأسابيعها بتلففنا اللفة دي كلها ما بين الميلاد وما بين الصليب وما بين القيامة. وفي أواخر السنة كأن آخر السنة بتفكرنا بآخر الأيام. فيتكلم المسيح في إنجيل معلمنا ماري مرقس إصحاح 13 ويقول كده: فابتدأ يسوع يقول لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كان كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. فإن سمعتم بحروب وأخبار حروب فلا تضطربوا، لأنه لابد أن تكون، ولكن ليس المنتهى بعد. تقوم أمة على أمة، مملكة على مملكة، وتكون زلازل في أماكن، وتكون مجاعات، وهذه مبتدأ الأوجاع. يبقى مبدئيا لما نسمع عن اضطرابات بالشكل دي مفيش داعي بقى كل واحد خلاص دي آخر الأيام. لا، دي بتتكرر من جيل لجيل وهتتكرر. وحتى الاضطرابات والزلازل والحروب والممالك اللي هتقوم على ممالك، المسيح يقول عنها ايه؟ هذه مبتدأ الأوجاع. وتكون مجاعات، فانظروا إلى نفوسكم لأنكم سيلمونكم إلى مجالس، سيضربونكم في المحافل، توقفون أمام ولاة من أجل شهادة لهم ولجميع الأمم. وينبغي أولا أن يكرز بالإنجيل، فإذا قدموكم ليسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب يسلم ابنه، وتقوم الأولاد على الآباء ويقتلونهم. تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. كل الحاجات دي هتتكرر من جيل لجيل برضه. الاضطهاد هيتكرر من جيل لجيل وهيكون برضه في آخر الأيام. اللي المسيح عايز يقوله في الجزء ده اللي احنا لسه هنكمله مع بعض، ان من الصعب جدا ان الواحد يعرف امتى آخر الأيام. وهيقولها لنا بصراحة كمان شوية ان مفيش حد يعرف الوقت ولا الساعة. أكيد لما المسيحيين الأولين كانوا بيضطهدوا كانوا بيظنوا ان دي آخر الأيام. لما كانوا بيحطوهم قدام المجامع والمحاكم كانوا بيظنوا ان دي آخر الأيام. لما بولس الرسول كتب الرسالة الأولى لتسالونيكي الناس افتكرت دي آخر الأيام، فكتب الرسالة الثانية عشان يطمنهم. وقت اضطهاد الرومان افتكروا انها آخر الأيام. وقت اضطهاد العرب للمسيحيين في الشرق الأوسط افتكروا انها آخر الأيام. وقت الحروب العالمية كل واحد افتكر ان دي آخر الأيام. كل جيل هيكون فيه اضطرابات وزلازل وأوبئة. لكن يقول تاني، هيقولوا لكم المسيح هنا أو هنا تاني: والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة حيث لا ينبغي، ليفهم القارئ، حينئذ يهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين على السطح فلا ينزل ولا يدخل ليأخذ شيئا من بيته، والذي في الحقل يرجع ليأخذ ثوبه. ويل للحبل والمرضعات، صلوا أن لا يكون هربكم في شيء. تلك الأيام ستكون ضيقا لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن، ولن يكون بعد. طبعا ده حصل برضو قبل كده وهيحصل في آخر الأيام تاني. حصل لما الرومان حصروا أورشليم، حصروها لدرجة أن المجاعة كانت شديدة لدرجة صعبة أن أنا أوصفها لكم. يعني يقال أنه كانوا بيأكلوا البني آدمين من كتر الجوع الشديد والحصار اللي كان موجود لمدة طويلة جدا.
أكيد وقتها كانوا بيظنوا إن دي آخر الأيام، لكن لسه مش هي دي الدقيقة اللي برضه هتيجي. واضح إن ركسة الخراب موجودة، هتكون في أورشليم. لو لم يقصر الله لهذه الأيام لأجل المختارين، فإن قال لكم أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذب وأنبياء كذب يعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين. فانظروا أنتم، ها أنا قد سبقت وقلت لكم كل شيء. بل في تلك الأيام بعد ذلك الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوء والنجوم تتساقط وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة عظيمة، فيرسل حينئذ ملائكة وجمع مختاريه من الأربع رياح من أقاصي الأرض إلى قصيها. فمن شجرة التين اعرفوا المثل، متى صارت أغصانها لينة وأخرجت أوراقا تعلمون أن السيف قد قرب. هكذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا أحد يعرفهما، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن ولا الآب إلا الآب. انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون ما تلوقون. كل جيل هيكون في دقيقة بالشكل كده. أظن إن إحنا سمعنا ياما على مدى 20-30 سنة كل واحد يقول المسيح جاي آخر الأيام، واللي يحدد أيام واللي يحدد تواريخ، لكن كلام ربنا واضح، مفيش حد يعرف الوقت ولا الساعة. دي كلها ناس بتسعى للشهرة، ما تقعوش في المطب ده. كلها ناس بتعيش على أنها تخوفكم. مفيش حد يعرف الوقت الساعة إلا الآب، يقول ولا حتى الملائكة. حتى الملائكة ما تعرفش إمتى الساعة، فمين بقى الإنسان اللي بيحدد التواريخ ده؟ لكن أنا عايز أقول لكم حاجة بعد كل اللي قريناه ده. أنا ما أعرفش إذا كان في حد فينا هيبقى موجود لما الحاجات دي تحصل في آخر الأيام ولا لأ، لكن عارف حاجة واحدة وأكيدة، إن ما دام الإنسان ابتدى يبقى لازم هينتهي. إمتى وفين وإزاي ما أعرفش. في اللحظة اللي الإنسان بنقول اتولد واتوجد، في اللحظة دي بنعرف إن الإنسان ده هيمر بضيقات وشدائد وفي النهاية هيموت. في آخر الأيام كلنا هنمر بيها. ممكن تمر بيها في مرض وفي ضيق أو في اضطهاد وفي آلام، وممكن تيجي فجأة، لكن الأكيد 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 إن هيكون في نهاية. لو حاولنا نشغل نفسنا بالأوقات والمواعيد والساعات والعلامات هنتوه كتير. في حاجات واضحة، في حاجات واضحة. يعني أقدر لكم من كل اللي قريته ده، أقدر لكم إن إحنا في بداية النهاية. بداية النهاية دي إمتى؟ معرفش. يوم عند ربنا ك1000 سنة، و1000 سنة كيوم. ممكن البداية دي تكون 200 سنة، 300 سنة، 500 سنة، معرفش. لكن في علامات، في علامات. العلامة الوحيدة اللي واضحة قدامي من اللي أنا قريته هي شجرة التين. ليه؟ لأن شجرة التين رمز لإسرائيل واضحة، ورجوع إسرائيل بعد 2000 سنة من الشتات وظهورها كدولة بداية، لأنهم قالوا انظروا إلى شجرة التين متى لانت أغصانها وينعت أوراقها، يعني بتبتدي تزهزه كده، اعرفوا إن الصيف قد قرب. بس تاني، الصيف ده قد إيه عند ربنا؟ مش زي الصيف بتاعنا اللي بيخلص في شهر ده. الصيف عند ربنا ده ممكن يكون 1000 سنة، ممكن يكون 100 سنة. إحنا محدودين أكتر من الزمن، هي دي المشكلة. حياتنا محدودة أكتر من الزمن. هتستفاد إيه لو المسيح يجي 50 سنة وإحنا حياتنا انتهت كمان سنة أو 2 أو 10 أو 20؟ المشكلة إن إحنا مش عايزين نقبل فاكت بسيط وسهل جدا بنشوفه، هنفضل نشوفه كل يوم الآخر، إن ما دام في بداية
هيكون فيه نهاية. وإن المسيح عمال يركز طول القراية بتاعت الإنجيل على إيه؟ اسهروا وصلوا. اسهروا يعني إيه؟ يعني استعدوا، خليكوا واعيين. اسهروا يعني بيرجعنا للواقع من الأحلام بتاعتنا، وهعمل وهبني وهسوي يقول لك اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون الوقت ولا الساعة. حل القصة بتاعت المجيء التاني سهل جدا، ان انت من النهاردة تقبل اللي بعد الموت، فالموت بالنسبة لك ما يبقاش ليه معنى. يعني في ناس اتنقلوا من الحياة دي للحياة اللي بعديها وهم على الأرض، يعني خلاص عرفوا ان لما بيحلموا ببيت في السماء، بمكان فوق. عرفوا ان كل حاجة بيعملوها دلوقتي للي جاي، مش للنهاردة ولا بكرة ولا بعد بكرة، فاتنقلوا من الأرض للسماء. الدنيا تتشال وتتحط معاهم، بيتألموا لكن ما بينزعجوش، بيتعبوا لكن ما بييأسوش، بيخسروا لكن الحقيقة دايما كسبانين، لأن عينيهم فين؟ على فوق. حتى لو جت أمور حلوة في حياتنا، وأنا مش قاصد إن أنا أضايقكم، فمن الصعب جدا إن هي تدوم، ولو الأمور دامت إحنا مش هندوم. ده إيه بقى الكلام بايخ ده النهاردة؟ هي دي الحقيقة. الحقيقة إن الكنز بتاعك فين؟ حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. حاطط أملك ورجائك في إيه؟ ما هو لو أنت اخترت النصيب الصالح، النصيب الصالح لن ينزع منك. كلام صعب بس حقيقي. مين ياخد المسيح منك؟ محدش يقدر ياخده منك. مين ياخد السماء منك؟ محدش ياخدها منك. لكن فلوسك ممكن تروح منك، لكن بيتك ممكن يضيع منك، لكن أولادك ممكن يزعلوا معاك، لكن الناس ممكن يتغيروا، لكن الأصحاب ممكن يمكن اللي بتحبه ما يحبكش كمان شوية. لكن في حاجة واحدة ثابتة، احنا محتاجين نمسك في الثابت مش في المتغير. يقولوا لك المسيح هنا، يقولوا لك لهم ماليش دخل. وعشان نقدر نمسك في الثابت لازم نبتدي نصلي، وعشان نبتدي نصلي لازم نصلي بعمق، عشان نصلي بجمعة لازم نقابل المسيح في الصلاة ونمسك فيه، لأن ده الوحيد اللي هيفضل معاك دلوقتي وبكرة وللأبد. معكم الآن وكل الأيام وإلى هو أمس واليوم. كل الحاجات التانية متغيرة. ما تقدرش تسند ظهرك على العربية، هتتحرك حتى لو ركنت شوية، هيجي وقت تتحرك. ما تحسش بالأمان أو أنت ساند ظهرك على حاجة بتتحرك. أنت محتاج حاجة ثابتة. إحنا ليه دايما منزعجين وليه دايما عندنا مشاكل؟ لأن كل الحاجات متغيرة باستمرار. الولاد كانوا كويسين، دلوقتي مش كويسين، بكرة هيبقوا كويسين. النهاردة حاسين إن إحنا بنتحب، بكرة محدش بيحبنا، بعده حد بيحبنا. النهاردة الشغل قالوا لي أنت كويس، بكرة قالوا لي الشغل أنت وحش. النهاردة الماركت طلع فوق نزل تحت. كلها حاجات بتطلع وبتنزل، كلها حاجات بتتغير. الصحة النهاردة كويسة، بكرة مش كويسة. كلها حاجات بتتغير. لازم كل واحد فينا يكون عنده على الأقل شيء واحد ثابت في حياته ما بيتغيرش، يبقى هو ده مصدر القوة بتاعته، يبقى هو ده اللي هو إنه بياخد الثبات، ده اللي بياخد منه الراحة، بياخد منه السلام. عشان كده ما تستغربوش لما تشوفوا القديسين نحكي حكاياتهم ونقول إيه، كانوا بيرموهم مش عارف إيه، هم كانوا بيسبحوا. بولس الرسول كان في السجن وعمال يصلي. لما نقول القديسة دميانة قالوا لها كذا، قالت لأبوها ما يا ريتني كنت سمعت إن أنت مت عني، أسمع إن أنت سبت المسيح. إيه القوة دي؟ يعني إيه القوة بتاعت الناس دي اللي في عز الضيقة والألم تبقى واقفة وعينيها لفوق؟ وإيه الضعف اللي فينا اللي يخلي أقل حاجة ركابنا تعمل إيه؟
تسيب. يعني ايه الضعف اللي فيه نخلي كل خبر نتخض، كل مرة نسمع فلان عيان نتخض، كل نسمع بوفاة نتخض، كأن احنا مش مدركين أبسط حقيقة موجودة، إن فلان اتولد بعديها شوية فلان ايه الجديد في ده؟ يعني امتى مش هتبقى مفاجأة لينا؟ ليه كل مرة بتبقى مفاجأة؟ دي الحاجة الوحيدة الأكيدة. ممكن تقول فلان اتعلم ما اتعلمش، اتجوز ما اتجوزش، خلف ما خلفش، لكن ما تقدرش تقول فلان اتولد وما ماتش. ما حصلتش دي. عايزين حاجة أقوى من الموت نتسند عليها. عشان كده المسيح يقول أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات. عشان كده مريم فضلت واقفة قاعدة تحت رجليه ما تتحركش، أختها عمالة تبرم قلقانة، تقول له أختي ما بتساعدنيش، يقول لها اختارت النصيب الصالح. ايه مصدر القوة اللي في حياتنا؟ حاطط كل أملك في مين؟ في أولادك، وبعدين ما تدخلوش الجامعة اللي انت عايزة تحزن أو ما ولا يحصل حاجة مختلفة عن اللي انت متوقعه قلبك يتكسر. حاطين أملنا ورجائنا على مين؟ عينينا على مين؟ هيقولوا لكم المسيح هنا أو هنا، ما تبصوش، لأن المسيح بالنسبة لك اللي يقولوا له المسيح هنا أو هنا ويجري يروح يمين أو شمال، معناه إنه ما يعرفش المسيح. ما أنت لو عارفه بتجري تدور على إيه؟ ما أنت عارفه، ما هو معاك. الحق، ده في معجزة هنا، الحق ده في حاجة هنا، ولا تفرق، ما تفرقش، لأن المسيح مش بعيد أصلا عنك، ده المسيح موجود معاك، ده هو ده اللي بتتكلم معاه كل يوم، ده اللي انت بتسجد قدامه كل يوم، ده اللي انت بتسلمه حياتك كل يوم، ده اللي انت بتاخد منه رجائك وأملك في الحياة كل يوم. لو أخدت المسيح كل الحاجات التانية تطلع وتنزل، مش هقولك مش هتأثر فيك، بس مش هتكسرك. كحزانة لكن ايه؟ فرحين. يعني هنمر بالآلام لكن كأن لا شيء لنا ونحن نملك. يعني هنمر بالآلام لكن مش هتكسرنا. ليه؟ لأن لينا بناء في السماء غير مصنوع بيد أبدي. عندك بناء في السماء غير مصنوع بيد أبدي، محدش يقدر يلمسه ولا يقرب ليه، ولا ما عندكش. أين هي قلوبكم؟ نفسي نسلم قلبنا بجد لربنا، بجد، يعني نسلمه كل الشيلة. قبل ما تطلع من الكنيسة حط ولادك في ايدين ربنا وهو يشيلهم. حط شغلك، حط حياتك، حط مرضك، حط حياتك، حط موتك بين ايديه، وقول له إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. ما تقعدش تفضل خايف طول عمرك من الشبح. هيطلع لي منين؟ هيطلع وقت ما يطلع، يطلع في القلب، يطلع في الكبد، يطلع زي ما يطلع. هنعمل له ايه؟ ما هيطلع. مفيش حد هيهرب منه. اقبله عشان تهزمه. اقبل الموت، اقبله خلاص، وبص للي بعديه، بص للي وراه. عشان كده القديسين كانوا بيخشوا على الموت بصدر مفتوح بابتسامة. يقول لك كانوا بيرتلوا. ازاي مش خايفين؟ لا مش خايفين. ليه؟ عينيهم بصل فين؟ فوق. واللي منهم يشوف أكاليل نازلة من السماء، واللي منهم يشوف ملايكة، واللي يشوف بتاع، فالتبقين يتقدموا أكتر وأكتر وأكتر. كانوا في وهم؟ لا، إحنا اللي باصين على تحت، وتحت ده عمالة تجري من تحتينا. الحق 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 الحق، ما بقاش فيه سلام، ما حدش فيه سلام لا في قلبه ولا في ذهنه. ادخل اوضتك وخد المسيح ليك وانت ليه. واللي حط ايدي في ايدك، لو الدنيا اتشالت انا مش هسيبك وانت مش هتسيبني. انا ما اعرفش اللي جاي شكله ايه، لكن عارف حاجة واحدة بس، انك امين وصادق
وإنك مش ممكن تتخلى عني، ولا حتى خطاياي هتفصلني عنك. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق أم جري أم جوع أم عطش؟ ولا ملائكة ولا رؤساء ملائكة ولا قوات. عينينا على مين؟ دي حاجة تفرح. لو حطينا كده كل حاجة في ايدين المسيح وسلمنا من قلبنا كل حاجة للمسيح، نخرج بنيسة وما ننزعجش بقى كل شوية. الحق ده المسيح جاي، الحق دي آخر الأيام، الحق ده في زلازل. ما ربنا قالها لنا. مصر هتقع، أمريكا هتنام، هي مش هتفرق كتير. المهم انت في كل ده عينك على مين؟ وأملك فين؟ ورجائك ايه؟ لو أملك في شيء بيتهز، حياتك كلها هتبقى مهزوزة. لو أملك ورجائك في شيء ثابت، لو الدنيا كلها اتشالت واتحطت حواليك، انت عينيك على المسيح وانت ثابت وماسك في ربنا. اسهروا وصلوا. لإلهنا كل مجد، لإلهنا كل